مالك يا اخويا زعلان ليه يا اخويا؟ رحت قدمت يكفى المسابقات اللي كانت نازله. آه. ما خلي بالك المسابقات اللي نازله دي يا اخويا بتروح تقدم الورق ومفيش حد بيقبل يا اخويا. اللي بيقبل يا اخويا دول اللي ما بيقدموش. اما الناس اللي بتقدم وتروح تصور ومواصلات وتصوير ورق وفلوس والكلام ده كله، فاهمني انت؟ ما فيش حد يا اخويا بيقبل. معلش، طب هتعمل ايه طب يا اخويا؟ معاك بكالوريوس تجاره. انت قاعد طبعا انت في البيت لغايه دلوقتي. طب ما انا اقول لك يا اخويا دلوقتي انت لو فتحت لك سوبر ماركت يا اخويا، شويه شيبس على شويه كراتين، فاهمني انت؟ تجاره برضه يا اخويا، التجاره شطار. اما انت فاكر يا اخويا تروح تقدم انت معاك واسطه؟ ما معكش واسطه يا اخويا، معاك فلوس. ما معكش يا اخويا. طب انت راح تقدم ليه انت وتزنق نفسك في وسط الناس؟ ايه اللي شحطتك يا اخويا طيب؟ اقتصاد وعلوم سياسيه انت؟ مم. عايز تطلع عالم اقتصاد انت يا اخويا، صح؟ عارف يا اخويا والله، حاسس بيك انا يا اخويا. طب ما انت يا اخويا ما تزعلش مني، انت لو قعدت على قهوه انت فاهمني، وجبت لك 5 6 من اصحابك كده وتقعد تعلمهم الاقتصاد تاخد فيهم ثواب، احسن من ما فيش. اللي درسته يا اخويا اقعد وريه للناس. اما انت فاكر نفسك يا اخويا تروح تشتغل؟ انت معلش يا اخويا، وانت جايب امتياز يا اخويا في ال4 سنين بتوع الكليه. ربنا يوفقك يا اخويا والله العظيم. اكيد انت عايز تتعين معيد في الكليه، صح يا اخويا؟ مم. بص يا اخويا، عشان اجيب لك من الاخر يا اخويا، انت لو عينوك امن على البوابه يبقى كويس كده وعملوا معاك الواجب بالزياده. اما يا اخويا دلوقتي اللي بيتعين معيد دلوقتي اللي جاب ضعيف جدا. ليه ضعيف جدا؟ عشان معاه واسطه يا اخويا. انت يا اخويا دلوقتي ما معكش واسطه ولا معاك فلوس. الشهاده بتاعتك دي ملهاش لازمه يا اخويا. لازم يبقى في جنبها حاجه كده تسندها. اه اما انت جاب امتيازات وجاب ماجستيرات وجاب دكتورات وحاجات كده من الحاجات الحلوه دي، وعايز تتعين يا اخويا، ما معكش واسطه يا اخويا، مش هتتعين. معاك فلوس هتدوس.